صفاء، لو حبينا نتعرف على تاريخ صفاء العبد مع الصحافة العراقية أولا. بالبداية كانت على مستوى الصحافة المحلية، تغطية الأحداث المحلية. كانوا في الجريدة مكلفيني بتغطية الشباب والطلبة. يعني كيف انتقالك؟ أنت كنت طالب بالجامعة، وأعتقد أحد الأساتذة اقترح عليك أنه هاي قبل ما تكون تنتمي إلى إحدى الصحف. اي طبعا انا كنت في القسم الاخبار المحليه بالعام 86 اول ما بديت بالصحافه، وكان الاستاذ مؤيد بدري هو اللي انتقالي الى الصحافه الرياضيه، هو اللي اقترح علي ان قبلها كان احد الاساتذه كنت طالب في الكليه. كل يعني الحقيقه هو تعييني في الجريده كان عن طريق الصدفه مثل ما قلت لك. يعني كان هناك استاذ يدرسنا اللغه العربيه في الثانويه قبل ما نتخرج من الثانويه، تعين في مركز مهم، صار نائب اول لرئيس تحرير في جريده الثوره. فذهبنا لتهنئته انا ومجموعه من الطلاب اللي كان يدرسنا. فبعد ما التقينا به وهو طلب مني بعد ما نطلع، طلب ان ابقى يعني خرجوا الزملاء وبقيت انا يمه. هو انا كنت طلبه متفوقين في الدراسه، كان يدرسنا لغه عربيه في الثانويه، فطلب مني انه يعني اشتغل في الجريده. انا حقيقه تفاجأت بالطرحه، وقلت له اني بديت بالجامعه وبعد الوقت يعني بالجامعه صباح عند الجامعه. فقال لي انت اذا تجي مخير بين الدوام مساء او صباحا، جريده مفتوحه باي وقت. بالبدايه ترددت، بعدين وافقت وصارت بدأ العمل بالصحافة بالقسم الأخبار المحلية قبل أن ننتقل إلى القسم الرياضي بطلب من الأستاذ مؤيد بدري والأستاذ قاسم عويدي، الله يرحمهم كلاهما في ذمة الله. وبدأت مسيرة الصحافة، مسيرة العمل الصحافة الرياضية من ذلك الوقت، من 78 بداية 78، واستمرت هكذا. وبالمناسبة يعني رغم صغر سني في ذاك الوقت، بس اعتقد انه قدرت يعني اسير بخطوات راسخه وجيده بحكم تواجدي مع اسماء لامعه ومهمه من الاعلاميين الرياضيين العراقيين. يعني انت ما تشتغل الى جانب مؤيد بدري او قاسم العبيدي او يوسف جويده او من ثم ضياء حسن الله يرحمهم جميعا، هذه تمنحك قوه وزخم معنوي كبير في ان تكون خطواتك راسخه فيما بعد. وهذا طبعا اعتقد هو هذا واحد من الاسباب اللي اهلني لان اكون متواجد في لجنه الاعلام الرياضي. كانت لجنه محررين الرياضيين بالبدايه في نقابه الصحفيين. استاذ صفاء، كنت اصغر محرر موجود في ذلك الوقت. اي فعلا، يعني كانت مجموعه من الصحفيين الكبار عمرا ومكانه، خاصة في جريدة الثورة. رغم أنه كنت صغير في السن، تمكنت من أن أحصل على عضوية لجنة محررين الرياضيين. لجنة محررين الرياضيين سابقا كانت تضم عمالقة الصحافة الرياضية بالبلد. في حينها كنت هذا أول مرة أن أدخل إلى لجنة محررين الرياضيين. كنت مسافر مع وفد لرفع الأثقال في إيطاليا، وكان هناك اتصال مع الزميل الراحل الاستاذ قاسم عويدي الله يرحمه، ابلغني بانه اكو انتخابات لجنه محررين الرياضيين، فهو كان يقترح علي انه ارشح للانتخابات. فبالبدايه ترددت لانه اشوف نفسي صغير بالسن امام الاخرين. قال لي لا، احنا رايدين الشباب يعني نحدث للجنه محررين.
وفعلا تم ترشيحي واني في ايطاليا. كانت منافسه شديده مع عديد من الزملاء، وحصلت على فزت في الانتخابات، وحصلت على عضويه اللجنه المحررين من ذاك الوقت، كان عام 1982. يعني في حينها كان عمري حوالي 22 سنه يمكن حوالي. المهم كنت متواجد في لجنه المحررين الرياضيين مع ابراهيم اسماعيل، شاكر اسماعيل، ضياء حسن، قاسم العبيدي، يوسف جويدة، اسماء كبيره طبعا. وبالتالي استمرت في لجنه المحررين الرياضيين الى ان غادرت العراق عام 2000. لم اخفق في اي انتخابات شاركت بها، كل الانتخابات شاركت بها كنت حصل على اما على الاصوات او ثاني على الاصوات، الحمد لله، بحكم علاقاتي طيبه مع بالوسط الصحفي الرياضي. وانا اعتبر هذا مكسب كبير تاريخيا، مكسب كبير بالنسبه لي. نعم. استاذ صفاء، يا ريت تحدثنا عن مؤيد البدري الصحفي. الكل يعرف مؤيد البدري مقدم البرامج، لكن مؤيد البدري الصحفي وكيف كان يتعامل معك؟ مؤيد البدري طبعا شهادتي مجروحه به، يعني صحفي كبير، اعلامي كبير، اداري كبير، يعني اسم مهم جدا في العراق. يعني انا كنت اقول له انت يعني كيف تطلع من العراق وانت عندك هذه الشهره من اجل قطر؟ قلت له شلون تفرط بهذه المكانه الكبيره اللي انت عليها بالعراق؟ يضحك يقول هذه سنه الحياه، يعني الانسان يتنقل من مكان الى مكان. لكنه من الجانب المهني صحفي متمكن جدا، قارئ للاحداث بشكل جيد جدا، ومن ثم يمتلك قلم يعني ممتاز، وقادر على ان يوصل افكاره بشكل سلس جدا. ولذلك الناس كانت تقرأ بشكل ودي، ويعني يعني ينتظرون ما يكتبه او ما يدلوا به من رأي في هذا الحدث او ذاك. قد يكون مقل بالكتابة أستاذ مؤيد، لكن هذا كان يحدث بسبب انشغاله. يعني هو لم يكن متفرغ للعمل الصحفي، هو كان أستاذ في الجامعة، وكان أيضا يعمل بالتلفزيون لفترات طويلة. التلفزيون كان يأخذ منا وقت طويل أكثر ما تأخذ منا الصحافة، ولذلك كانت النتائج بالعمل الصحفي قليل مقارنة بالآخرين. لكن في كل الأحوال هو اسم لامع وكبير، وأنا أعتقد أنه ما مر في تاريخ الصحافة العراقية اسم شق الوسط الرياضي أو المجتمعي في البلد مثل ما حدث مع مؤيد البدري. إنسان يحبوا الكل ويودوا الكل، وشكل علامة مضيئة في تاريخ الإعلام العراقي. وأتمنى من الزملاء الآن العاملين في التلفزيون خاصة في القناة في الإعلام المرئي أن يعني يسلكون هذا الطريق اللي سلكه مؤيد بنفس المستوى، بنفس المهنية، لأنه هو فعلا كان مدرسة كبيرة في هذا الجانب. موقف لا زلت تتذكره حدث بينك وبين مؤيد البدري؟ ما هو عندما طلبني للقسم الرياضي، أنا بالبداية كنت متردد، واللي زاد من ترددي انه مدير التحرير في الجريده هو كان يعني يشجعني على ان ما انتقل للقسم الرياضي، وعرض علي ان ينقلني الى القسم السياسي باعتبار انه انا كنت ادرس علوم سياسيه يعني. بس الاستاذ مؤيد كان مصر والح علي كثيرا في هذا الجانب، ويعني كان يحاول يرغبني بالعمل بالصحافه الرياضيه كشاب. يعني يقول لي هاي فرصة لك، يعني تشتغل في مجال يأهلك لأن تزور كثير من بلدان العالم مع مرافقة الوفود اللي تطلع خارج العراق. وهذا اللي حدث طبعا. يعني فعلا كانت الصحافة الرياضية يعني فتحت لي أبواب مهمة وكبيرة على مستوى الاطلاع على العالم، على البلدان، من خلال الزيارات المتعددة للوفود اللي رافقتها. ومن ثم هذا شكل لي خزين أيضا مهم جدا بما حدث لاحقا عندما طرقت أبواب الأدب والرحلات وكتبت عن الكثير من الدول اللي زرتها. نعم. قبل قليل ذكرت الراحل الكبير ضياء حسن، وأنا أيضا كتبت عنه مقالة. كيف في السابق العراق كان هو من مؤسسي الاتحاد الصحافة العربية، أيضا الصحافة الآسيوية، لو مقارنة مع الصحافة في السابق
والصحافة حاليا؟ أنا أقصد كمناصب. نعم، الأستاذ ضياء حسن اسم مهم وكبير تبحث عنه المناصب ولا يبحث عنها، هذه حقيقة. ربما الآخرين يغالطون ويقولون يتحدثون عن العكس. يعني أنا رافقت الراحل ضياء حسن من سنين طويلة، يعني على مدى أكثر من 20 عام إحنا في جريدة واحدة نعمل أنا وياه، وكنت قريب جدا منه، ويعني سواء في الداخل أو في الخارج. رافقت أيضا في الحضور مؤتمرات خارج العراق، وشاهدت كيف هو كيف الحجم اللي يمثل ضياء حسن في تواجده بتلك المحافل. يعني يكفي أن أقول أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية كان لضياء حسن دور فاعل وكبير في اختيار حتى رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. في إحدى المرات احنا في كندا مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الصحفيين أو مجموعة التنظيمات المهنية في أمريكا اللاتينية جاءوا بمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي خلفا لفرانك تايلر، لكن المجموعة العربية اللي يقودها ضياء حسن طرحت اسم آخر بديل اللي هو التركي بياتلي. في الإخوان في أمريكا الجنوبية اكتشفوا أنه الثقل صار مع المجموعة العربية اللي يقودها ضياء حسن، فحاولوا وبذلوا جهد كبير أن يقنعوه، أن يثنوا عن هالموضوع هذا أو يكسبوه إلى جانبهم. هو رفض، قال لهم احنا مرشحنا بياتلي وهذا لا رجوع عنه، وفعلا هو اللي حدث وفاز بياتلي برئاسة الاتحاد الدولي. شاهدت كيف كان الدور اللي لعبه ضياء حسن في هذا الموضوع، شاهدت كيف عمل ضياء حسن الله يرحمه على تأسيس الاتحاد الآسيوي. كان يفترض أن يكون هو رئيس الاتحاد الآسيوي، لكنه تنازل إلى الزميل الكويتي عبد المحسن الحسيني في حينها لاعتبارات خاصة به. شاهدت كيف كان دوره على مستوى الرابطة العربية للصحافة الرياضية، كيف كان هو اللولب في هذا التجمع المهني العربي. هكذا هو ضياء حسن، وهكذا كان دوره محليا عربيا دوليا. إضافة إلى كل هذا هو صاحب قلم لامع، صاحب قلم جذاب، يعني صاحب قلم يعني مؤثر جدا في كل ما كان يتناوله من أحداث، وله دور مهم كبير جدا في تغيير مسار الأحداث مهمة وعديدة على مستوى الداخل في العراق، عندما كان عبر تناول الأحداث في الصحافة المحلية.